الحاجة اللي بتدي الإنسان راحة نفسية أكتر، حب الناس ولا إنجازاته بعيدا عن حب الناس؟ لو أنت بتحس براحتك النفسية بناء على أنت بتستمد قيمتك من محبة الآخرين، فأنت وأنت مصاحب نفسك وقاعد لوحدك ومفيش حد مثلا حواليك أو حد بيحسسك بأهميتك، فدي بتبقى مشكلة بالنسبة لك، أنت مش هترتاح. أما اللي بيقيس قيمته وبيرتاح لما بيحقق إنجازاته ايا كان، سواء بحب الناس او بس بعيد عن حبهم باحترامهم فقط، فهو بيجهد نفسه اكتر واكتر واكتر. ما بيهداش ما بيرتاحش غير لما يحس ان هو حقق حاجه ماديه على ارض الواقع ملموسه. ودي طبعا خاصه بتوع الجدي قوي والطور والعذراء، ان هو لازم بيقيس انجازاته او بيقيس قيمته من خلال تحقيق انجازاته. لو جه تعب او تعطل شويه او قصر شويه، بيلوم نفسه وبيجلد ذاته وما بيحسش بالراحه غير لما بينجز وبيستمر. ودي خاصه باصحاب الطاقات الترابيه ايا كان نوع البرج اللي في الشمس، ايا كان اللي عنده طاقات ترابيه من الابراج الترابيه بكثره وبقوه هيقيس نفسه دايما بانجازه. اما اللي بيدور على حب الناس اكتر، هنقول مين؟ ها، اشخاص الناريين، اللي دايما عايز يشوف نفسه وتقديره وانجازه وان هو الكاريزما وان هو المحبوب وان هو الملفت وان هو واضح، هو اللي عنده الشو اللي بيسلط عليه اضواء. وطبعا معروف مين هم الناريين او اللي عنده طاقه ناريه. على وعسى اكون اجبت الاجابه كامله. فقيمتك الذاتيه بتستمدها من نفسك ومن قناعتك بنفسك، وانت انسان ربنا خلقك قيمه ايا كان انت بتعمل ايه. ربنا اداك قيمة بخلقه ليك، فاستمدادك منها من خلال الآخرين بس هتعمل عندك دروب، هتعمل جرح في القيمة وفي الهوية. أما إنجازاتك هتسبب لك إجهاد وضغط عصبي وتخليك باستمرار عايز تدي وتعمل وتنجز ما بتوقفش. ولو وقفت شوية تلوم نفسك وتجلد ذاتك أو تتعب أو تحس بالتقصير أو بالخزي أو إنك أنت واقع، تحس إنك أنت مخنوق متضايق، ان انت مالكش قيمه، ان انت تقول لنفسك انا فاشل، انا ما عملتش، انا مش قادره اقوم تاني، ايه ده كله، انا ماليش لازمه.